ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض السمك البلطي المقلي ورز السمك بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه بنجيب السمك بتاعنا وبننضفه كويس، وهنبدا نعمل الخلطه بتاعتنا. خلطه السمك بتكون عباره عن راس توم، فلفل احمر، انا الفلفل ده مخزناه في الفريزر، وممكن فلفل اخضر. هنحط التوابل، معلقه كمون، معلقه كزبره، ونظبط الملح طبعا على حسب الرغبه. هنخلطهم كويس في الكبه. نقدر نستغنى عن الكبة ونخلطهم بأي طريقة، يعني كل واحد براحته، مفيش مشكلة. وهنبدأ نتبل السمك. أنا بفضل إن احنا نعمل فتحات في السمك عشان التتبيلة تدخل فيه من كل الاتجاهات ويبقى طعمه أحلى، خصوصا لو السمك كبير شوية. أنا السمك هنا كان متوسط، محتاجتش إن أنا أفتحه ولا حاجة. لو حد السمكة عنده كبيرة شوية يقدر يعمل الفتحات. هنبدأ نحط التتبيلة بتاعت السمك من جوه ومن بره كويس جدا. هنبدأ نخلص الكمية كلها، وبعد كده هنجهز بقى الدقيق. انا هنا جبت دقيق، حطيت عليه رشة كمون ورشة كزبرة، قلبتهم كويس. وهنبدأ نعمل السمك زي ما انتم شايفين كده في الدقيق، نخلطه في الدقيق عشان نقليه. بنقلي السمك وما بنقلبش السمك غير لما بيكون خد الوش الاولاني، عشان السمك ما يطراش معانا ويشرب زيت. ده بيكون اللون المناسب، بنصفيه كويس كده من الزيت، وبكده بيكون السمك جاهز معانا. هنبدأ نعمل الرز. هنجيب حلة ونحط فيها 4 معالق من الزيت، بصلاية متوسطة، وهنحط رشة كمون عشان بس تغير ريحة البصل وبتخليه طعمه احلى طبعا. اول ما لون البصل بيغير بنبدأ ننزل عليه. انا هنا كنت عاملة في الكبة حبيتين طماطم وحط عليهم معلقة من معجون الطماطم، وهنسيبهم 5 دقايق. وبعدين هنا جبت الرز اللي هو عبارة عن كوبايتين من الرز مغسولين ومتصفين كويس، حطيته وقلبته، وحطيت الملح ورشة كمون ورشة كزبرة. هنبدأ نقلبه كويس، وبعدين هنحط المية. الرز الابيض العادي، الرز المصري بتاعنا، كل كوباية رز بتاخد كوباية مية. حطينا المية، هنسيبه يتشرب وبنسويه عادي. ده بيكون شكل الاكل بتاعنا. انا قدمته مع سلطة طحينة وسلطة خضراء، وبألف هنا.